السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل الغرزه اللي انتوا شايفينها دي. غرزه سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، تنفع معاكي لكوفيات، تنفع معاكي في بطاطين، تنفع في شيلان. بصوا غرزه بسيطه جدا بس فيها بروز زي ما انتوا شايفين كده. هي تكرار سطر واحد بس، ومش هتاخد معاكي وقت خالص خالص، هتبقى سهله جدا ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنعمل عقده البدايه. بعد كده هنبتدي نرتفع باي عدد سلاسل انت عايزاه، مفيش عدد محدد، حسب الطول او العرض اللي انت عايزاه. هرتفع معاكم ب10 سلاسل كمثال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هسيب اول سلسلتين من ناحية الابرة وهدخل في تالت سلسلة. هعمل نص عمود بس هنكمل بطريقة مختلفة شوية. هلف الخيط على الابرة وهروح في تالت سلسلة، ادخل فيها واسحب الخيط، ومش هطلع من اللفات اللي على الابرة. هلف الخيط على الابرة تاني وهروح في الغرزة اللي بعدها على طول، ادخل فيها واسحب الخيط من على الابرة. هيبقى عندي 5 لفات على الابرة. هلف واخرج منهم كلهم كأني بعمل بالظبط عملية تناقص بالشكل ده كده. اول غرزة معي. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهروح في نفس الغرزة اللي انا كنت واقفة فيها، هدخل فيها واسحب. بعد كده الف الخيط على الابرة وهروح في الغرزة اللي بعدها على طول، ادخل فيها واسحب الخيط. هيبقى عندي ال5 لفات بتوعي، هلف واخرج منها كلها بالشكل ده كده. هلف الخيط على الابرة واروح في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها، ادخل فيها واسحب، والف الخيط على الابرة تاني واروح في الغرزة اللي بعدها على طول، ادخل فيها واسحب. يبقى عندي 5 لفات بتوعي، الف واخرج منهم كلهم. ده كده هيبقى دايما اول سطر معايا هيمشي بالشكل ده. الف الخيط على الابرة، ادخل في نفس الغرزة واسحب. يبقى عندي 3 لفات، الف الخيط على الابرة واروح في الغرزة اللي بعدها على طول واسحب واخرج من ال5 لفات. شايفين الشكل؟ لف الخيط على الابرة واروح في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها واسحب. لف الخيط على الابرة تاني واروح في الغرزة اللي بعدها واسحب. يبقى عندي 5 لفات على الابرة، هلف واخرج منهم كلهم. الف الخيط على الابرة واروح في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها، الف واروح في الغرزة اللي بعدها على طول واسحب لحد ما اوصل لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت لاخر غرزة خلاص عندي في السطر اهي. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة واسحب واروح في اخر غرزة، الف الخيط على الابرة وادخل فيها. خلي بالك هي مش العقدة دي، الغرزة الاخرانية. اسحب واخرج من ال5 لفات. ده كده الشكل معايا اهو في اول دور. بعد كده هرتفع بسلسلتين، 1 2، وهلف الشغل الناحية التانية، وهلاقي فيه هنا كده الجزء اللي في الجنب ده هدخل فيه. يعني انا مش هدخل هنا، مش هدخل في اول غرزة كده، انا هدخل في الجنب هنا. الف الخيط على الابرة وادخل كده واسحب. هيبقى عندي ال3 لفات بتوعي، هلف تاني واروح في الغرزة اللي بعدها على طول واسحب. بعد كده اخرج منهم كلهم، برضو 5 لفات على الابرة هخرج منهم كلهم. بعد كده الف الخيط على الابرة تاني، هدخل في نفس الغرزة اللي انا كنت واقفة فيها واروح الف الخيط على الابرة واروح في الغرزة اللي بعدها على طول واسحب. همشي بنفس الطريقة، بخرج من ال5 لفات كلهم. الف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة، الف الخيط على الابرة واروح في اللي بعدها واسحب من ال5 لفات كلهم. بقى عندي اخر غرزتين في السطر. هلف الخيط على الابره، هدخل في نفس الغرزه اللي انا كنت شغاله فيها، لف الخيط على الابره واروح في الغرزه اللي قبل الاخيره، اسحب، الف واخرج منهم كلهم. بقى خلاص اخر غرزه ناخد بالنا منها. لف الخيط على الابره وادخل في نفس الغرزه، الف الخيط على الابره واروح ادخل تحت الحلقتين كده بالشكل ده كده اهو، واسحب واخرج من ال5 لفات اللي على الابره. كده الدور معايا انتهى. بصوا ده الشكل بتاعها. بعد كده هتطلعي بسلسلتين
وتلفي الشغل ولف الخيط على الابرة وتدخلي في الجنب هنا كده جنب السطر كده من الجنب، ولف الخيط على الابرة وندخل في الغرزة اللي بعدها ونسحب نطلع من الخمس لفات اللي على الابرة بالشكل ده كده، وتلفي الخيط على الابرة ونفس الكلام بقى هنعمله هنكرر تاني. هنخش في السلسلة او الفراغ بتاع الغرزة اللي كنا دخلنا فيها وندخل بعد كده في الغرزة اللي بعدها نسحب ونخرج بالشكل ده كده اهو، ونكرر تاني. نفضل هي تكرار نفس السطر مفيهاش اي حاجة خالص، بس بتدي شكل مختلف جدا، شكلها بيبقى مميز وفي نفس الوقت سهل قوي، ما تاخدش منك وقت كتير. اهم حاجة حاولي وانتي بتشتغلي كده ما تبقيش شادة الخيط علشان تخرج معاكي بسهولة. حاولي ان انتي تبقي مرخيه ايدك، يعني تبقي شادة الغرز كده لفوق وانتي بتخشي في الغرزة اللي بعدها نفس الكلام، بحيث تبقي شداها كده بحيث لما تيجي تخرجي تطلع معاكي على طول بسهولة، ما تبقاش بتشد منك اهو كده. تخشي كده تسحبي برضو لفوق ولما تيجي تطلعي تطلع معاكي بسهولة، نفس الكلام اهو. تسحبي كده اهو لفوق وتطلعي كده. اخر خلاص غرزتين عندي في السطر، نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها هدخل فيها والف الخيط، واخر غرزة هتلاقيها مايلة كده هتدخلي تحت الحلقتين بالشكل ده، تسحبي وتخرجي من اللفات كلها. بس كده غرزة سهلة وجميلة. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها بيبقى حلو جدا وبسيطة اوي مفيهاش اي حاجة. شكرا لمتابعتكم معايا.